أهلا وسهلا بيكم، أتمنى إن أنتوا تكونوا بخير. جالي طلبات كتير على التعليقات عن طريقة الأيلاينر للعين المبطنة والجفون الهابطة، وعلشان كده عملت لكم الفيديو ده. دي طريقة اللي أغلبية الناس بترسم بيها الأيلاينر، بتغمض العين اللي بترسم عليها وترسم خط مستقيم من أول الزاوية الداخلية للعين لغاية الزاوية الخارجية، وتمد جناح لبره شوية كده علشان فاكرة إن كده هي خلت عينيها شكلها مسحوب وجذاب. لكن الحقيقة إن الطريقة دي بتخلي العين اللي بص عليكي تشوف هبوط الجفن أكتر، وبتشوف الجلد الزائد أو الجلد اللي هابط فوق الجفن المتحرك أكتر وأكتر، وكأنك بتحددي للعين اللي بص عليكي مكان الهبوط ومكان الجلد الزائد، وبتأكدي عليه زي ما انتوا شايفين هنا وواضح قدامكم في الفيديو. زائد ان خط الايلاينر التخين اللي انتي بتحطيه فوق رموشك على طول على الجفن المتحرك ده بيعمل حاجتين. اول حاجة انتي خبيتي جزء من الجفن المتحرك، الحتة الصغيرة اللي كانت باقية، الجزء ده كان ممكن تستعمليه في انك تكبري مساحة الجفن، تخدعي العين اللي بص عليكي وتحسسيها ان مفيش بطانة. وده هوريها لكم في فيديوهاتي اللي جاية لما اجي اعمل اي شادو، لان الفيديو ده مخصص للايلاينر بس. وكمان انت كأنك حطيتي خط اسود تقيل، فانت حددت لهم باللون الاسود بخط تقيل، عملتي خط تحت البطانة، بينت البطانة اكتر للعين اللي بص عليه. زائد حاجة، الجناح اللي انت عملتيه طالع لبره منحنى او نص دايرة كأنها كيس مليان جلد، فانت كده خليتي عينك تبان شكلها مبطن اكتر ما هي عليه. المفروض ان احنا بنحاول نخفي الحاجة دي مش نبينها. خلينا نبدأ بان العيون المبطنة دي مش عيب عند حد، ده شكل من اشكال العيون زي اي شكل تاني، وليه طريقته في وضع المكياج او في حط الميك اب، سواء ايلاينر او سواء اي شادو. وفي منه وراثي يعني بنتولد بيه، وفي منه بيحصل مع التقدم في العمر. النوع ده من العيون بيكون الجفن العلوي اللي تحت الحاجب على طول متهدل، وفي جلد زائد أكتر من المساحة اللي ما بين الحاجب والرموش. فاللي بيحصل إن إحنا لما بنفتح عينينا الجلد الزائد ده بيتجمع وينزل أعلى الجفن المتحرك ويخفي جزء كبير منه، وبيعمل شكل زي البطانة، بيكون عامل خط أو حد يمتد لغاية الزاوية الخارجية للعين. وليها طبعا درجات مختلفة، في منها في العيون المبطنة كاملة يعني ما بنشوفش أي حاجة من الجفن المتحرك، وفي متوسطة الدرجة. والنوع ده من العين محتاج دقة زيادة في المكياج، لأن أقل غلطة ممكن تخلي شكل عينك مبطن أكتر، لكن على قد ما هو دقيق ضروري يكون بسيط ورقيق، يعني نتماشى معاه مش نتحداه. مهم قوي ان الناس اللي عيونها مبطنه تستعمل ايلاينر مضاد للميه، علشان بعد ما بتحطي الايلاينر وتقعدي بيه شويه، مع الوقت البطانه بتاعت العين بتكون عرق وبيسيح اي مكياج موجود تحت البطانه. اول طريقه وهي ابسط طريقه وارق طريقه، ودي المفضله عندي شخصيا، لكن طبعا المكياج اذواق وكل واحد في الاخر بيعمل حاجه تخليه مبسوط. وهنا أنا بمشي بالآيلاينر مع خط الجفن السفلي بالعرض مش لفوق، وبسحب العين لبره بدون ما أجي جنب خط البطانة نهائي زي ما أنا موضحة بالأحمر هنا في الفيديو. هنستعمل فرشة آيلاينر متوسطة، بس لو أنتي مش متمكنة قوي ابدأي بالصغيرة. والفرشة دي بتبقى ناشفة مش بتتحرك بسهولة عشان يبقى فيها دقة في الاستعمال، وكمان رفيعة جدا ومقصوصة بشكل مايل، بيبقى فيها طرف طويل والطرف التاني قصير علشان نعرف نمد الخط بتاعنا. النقطة التانية المهمة ان العين المبطنة دايما بتبدأيها وانتي فاتحة عينك قدام المراية، مش وانتي قافلة عينك زي ما هتشوفوا في الفيديو ده. واحنا فاتحين عينينا وبصين قدامنا لقدام، نحط المراية قدام عينينا بالظبط على خط مستقيم. هنبدأ من زاوية العين الخارجية بالظبط ونمد خط منها لبره تحت خط البطانة ونسحبه لبره علشان نخلق جناح رفيع. بعد كده واحنا برضو فاتحين عينينا هنمشي على خط الجفن وجذور الرموش ونرسم خط رفيع جدا كأنك بس بتقلي جذور الرموش بتاعتك. بيبدأ من عند الزاوية الخارجية
لحد بداية مدمع العين أو الزاوية الداخلية للعين. أنا أفضل طريقة الطباعة اللي هي بتروحي بالفرشة تلمسي وترجعي تلمسي وترجعي، اللي هي زي كأنك بتعملي ختم على المنطقة دي، والكلام ده طبعا خصوصا للمبتدئين. لكن لو متمكنين ممكن تستعملي أي فرشة، وممكن ترسمي خط متواصل لو انت ايدك متمكنة قوي، وممكن كمان تستعملي فرشة الايلاينر السائل أو قلم أو اي شادو أو أي طريقة تريحك. المهم مكان الايلاينر على جفونك، لكن الطريقة ايه وبتستعملي ايه هي أكيد زي ما انت هتكوني مرتاحة. هنمشي مرة كمان على خط الايلاينر من الأول للآخر، ونتأكد ان الخط خط واضح واحد متصل مش متقطع ولا عامل زجزاج، وهو نفس الخط الرفيع بتاعنا. وادي النتيجة. شوفوا ازاي الفرق، تحسوا ان العين مرتاحة ومفتوحة ومش محددين ولا مركزين على البطانة خالص. فعشان كده العين اللي بص عليها ما تحسيش ان القلم الاسود او الخط الاسود محدد لك البطانة فين. أما بالنسبة للناس اللي عايزة جناح أكبر وعايزة تسحب شوية فوق خط البطانة، برضو هنرسم الآيلاينر بالعرض تحت خط البطانة، والجناح هو اللي هيكون فوق خط البطانة، وده علشان يعمل سحبة للعين. واحنا برضو فاتحين عينينا هنرسم خط رفيع من فوق طرف خط البطانة مكان الجناح، وننزل بيه لحد نهاية خط الرموش اللي فوق زي ما أنا بعمل كده في الفيديو، وده هيعمل خط أو نقطة تانية عند الرموش بالظبط زي كده، لكن مش متصلين مع بعض علشان البطانة طبعا عاملة فاصل، لكن ده مش مهم دلوقتي. وبعد كده من عند نهاية الجناح هنرسم خط تاني لكن بزاوية أعلى شوية لحد ما نوصل بيه على خط الرموش، برضو في نقطة هتكون أعلى شوية من النقطة اللي تحتها زي ما أنا موضحة في الصورة أو في الفيديو. برضو ده هيعمل نقطة تانية فوقها زي كده. اللي احنا عملناه ده هيكون عمل لنا مثلث فوق خط البطانة اللي هو الجناح، وهيعمل لنا نقطتين على خط الرموش. دلوقتي هنغمض العين اللي احنا بنرسم عليها ونبص في المراية بالعين التانية ونوصل الأطراف ببعض زي ما أنا عاملة في الفيديو. النقطة اللي على رموشنا من فوق هنوصلها مع طرف المثلث من فوق، والنقطة اللي على رموشنا من تحت هنوصلها مع طرف المثلث اللي تحت زي كده. هيطلع لنا الشكل اللي انتوا شايفينه في الصورة ده. ممكن تحسوه شكل غريب، بس هو ده شكل جناح العيون المبطنة المثالي، اللي لما تفتحي عينك تبقى مسحوبة. دلوقتي هنملى الشكل اللي طالع ده كله بالايلاينر بطريقة خفيفة، وزي الرسمة اللي فاتت هنرسم خط رفيع جدا من الايلاينر على جذور الرموش. يعني ارفع خط ايلاينر ممكن تعمليه فوق جذور الرموش من اول الزاوية الخارجية لحد الزاوية الداخلية للعين. واحنا بنعمل كده هنيجي عند المنطقة اللي فوق الزاوية الخارجية للعين دي اللي انا موضحاها بالاحمر، نحاول نحني الزاوية شوية وما نخليهاش حادة قوي كده، يعني نخليها انسيابية مع باقي خط الايلاينر اللي بنكمله فوق الرموش. وهنيجي على خط الجناح من تحت هتلاقي انحناءة كده زي دي، كمان ده عايزين نخليه خط مستقيم علشان يسحب العين اكتر. وفي الاخر هننضف خط الجناح بالكونسيلر بفرشة رفيعة جدا علشان ما نلخبطش الخط الاسود بتاعنا، نكون دقيقين. عادي نشد الجفن بصباعنا لان احنا خلاص رسمنا وما عندناش اي مشكلة. يعني شوفوا هنا انا نضفت شوية وبعد كده سبت الجفن علشان اتأكد انه الخط مستقيم، لقيت لسه في نقطة زيادة، رفعت الجفن تاني ومشيت عليها بالكونسيلر علشان اخلي الخط المستقيم. مهم قوي الدقة، مهم ان خطوطنا تكون مستقيمة مش معرجة ولا فيها زجزاج، ومهم قوي نظافة المكياج عشان يطلع شكلنا شيك ونضيف وجذاب. ودي النتيجة النهائية. طبعا الفرق واضح، دي عين مسحوبة وشكلها جذاب، والتانية عين بتقول بصوا يا جماعة أنا عين مبطنة. وبكده الفيديو يكون خلص. أرجو أنه كان مفيد بالنسبة لكم، وأشوف وشكم على خير. باي.